خلي بالك. المدير الفني لما يلاقي كل شويه ابو النطيط. مساء الفل يا رجالة، عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير. الشتاء بدأ وبدأ بالبرد بقى بس انا بحب الشتاء. يعني انا بحب الشتاء عشان بس ايه، انا بحب الشتاء. بس يعني بلاش تيجي بالحاجات دي. المهم خلينا في موضوعنا. كابتن مدحت شلبي، المعلق الكبير، الإعلام العظيم، فلتة زمان، وهو الراجل ده ماله بقى؟ بعد ما هاجم الخطيب واتهمه بالباطل، اتهمه من غير دليل ان هو بيدعي المرض، وخد يعني كفايته من الشتيمة والرد. يعني جمهور الأهلي رد عليه بطريقة يعني مفيش بعد كده. ومش بس جمهور الأهلي، لأ، ده إعلام الأهلي. بص، كل الناس ظبطته بطريقة يعني مفيش بعد كده. ايه بقى اللي حصل؟ طلع يحط السم في العسل، ما تفهمش ازاي يعني هقول لك اسمع بس مني. طالع يشيد بكابتن وليد صلاح الدين كمدير كورة للنادي الأهلي. كويس والله، كتر خيرك يا كابتن والله إن أنت طالع تشيد بحاجة في الأهلي أو بنجم من نجوم الأهلي يعني. كويس. أما بعد عمل مقارنة سريعة ما بين كابتن وليد صلاح الدين وما بين مدير كرة تاني. قال يعني ايه، ما قالش الاسم، والموضوع ايه مبهم. وفكروا انتوا بقى، قولوا انتوا عشان لما حد يجي يلومه ويجي يتكلم معاه. وانا قلت يا جدعان، هو انا اتهمت حد؟ وانا جبت سيرته؟ اللي انتوا فاهمينه انا ما جبتش سيرته، انتوا اللي قلتوا، انتوا اللي فهمتوا، انا مش مسؤول عن فهمكم. لا، صايع يا كابتن، بأمانة. بأمانة صايع، حركة صياعة عليه يعني، هو كده صحيح. المهم، قال لك ان كابتن وليد متزن وما بيتنططش كل شوية على الخط، وان في مدير فني ما بيحبش ايه مدير الكورة اللي هو بيتنطط له كل شوية جنبه ويزعق ويعمل اي شو علشان خاطر يكسب ود الجماهير. وهو هنا بيلمح ورايح في نقطة كابتن سيد عبد الحفيظ. وقال لك زي ما شفنا كلنا مدراء كرة او مديرين كرة كانوا بيعملوا الحاجات دي. اللي هو يقصد مين يا جماعة؟ بالعقل بقى، عشان ايه ما مش هنفضل نلف ونروح من بعض. يقصد مين؟ كابتن سيد عبد الحفيظ. طبعا عايز اقول لك يا كابتن مدحت، يعني ان كابتن سيد عبد الحفيظ ما بقاش مدير الكرة. وخد المفاجأة، هي مش مفاجأة، اكيد انت عرفت، هو مش هيبقى مدير كرة تاني. هو مش هيبقى مدير كرة تاني. هو هو ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، يعني عقبال عندك. هو مسك ملف الكورة في النادي الأهلي. يعني هو بقى مسؤول، بقى مش منفذ على رأي كابتن بيبو بقى. ما بقاش منفذ للقرار، لا، ده بقى يشارك في صنع القرار واتخاذ القرار والإشراف على تنفيذه. ده مش كلامي، ده كلام كابتن بيبو. قال لك إن سيد عبد الحفيظ من هنا ورايح هيسلموا ملف الكورة، ومع لجنة التخطيط بقى والحاجات اللي هي الحلوة اللي في الأهلي دي، هيصنع القرار. كابتن سيد البرد مبهدلنا يا جدعان والله. كابتن سيد هيصنع القرار. هيصنع ايه القرار؟ فمبروك كابتن سيد ومعلش بقى كابتن مدحت، معلش. اللي كان بيتنطط على الخط ده، اللي ما كانش عاجبك، اترقى وبقى اترقى وبقى، فاهم؟ كابتن وليد صلاح الدين كلنا بنتمنى له التوفيق، وهو فعلا راجل محترم جدا.
وإدارته للكورة في النادي الأهلي، أو إدارته في منصبه يعني، لحد دلوقت ناجحة جدا، وعاجبة كل جماهير النادي الأهلي، عاجباهم جدا على فكرة. وهو ده النادي الأهلي. يروح سيد عبد الحفيظ يظهر، مش يروح، ده بيترقى بيطلع، مش يروح ان هو يمشي يعني. هو الراجل مشي فترة ورجع تاني في منصب أعلى، في منصب يليق فعلا بكابتن سيد، بعد الخبرات دي كلها، وبعد الإنجازات اللي هو حققها مع الأهلي. طيب خلاص، كابتن سيد مبقاش مدير كورة، جه كابتن وليد. اه، في ناس تانية جت غير كابتن وليد ما نجحوش النجاح اللي كنا متوقعينه، ولكن اهو الحمد لله وصلنا لكابتن وليد اللي بداياته مبشرة جدا 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 جدا. وفعلا كابتن مدحت معاه حق، راجل متزن، راجل رزين كده، وقرار ان شاء الله، قراراته ان شاء الله تكون في صالح النادي الاهلي، وصالح صالح العام يعني النادي الاهلي، ونتمنى له كل التوفيق. كابتن سيد عبد الحفيظ قيمة وقامة كبيرة جدا جوه النادي الأهلي، وكابتن وليد كذلك. كابتن سيد خد فرصته قبل كابتن وليد، وحقق إنجازات لا غبار عليها. تمام. وخلاص اترقى وتدرج في المناصب، وإن شاء الله يوصل يبقى رئيس النادي الأهلي. كابتن وليد ربنا يوفقه إن شاء الله، ويحقق إنجازات أكتر من اللي كابتن سيد حققها، ويوصل إن شاء الله، ويبقى في يوم من الأيام رئيس النادي الأهلي. إيه المشكلة؟ مفيش أي مشكلة خالص. أنت يا كابتن مدحت اللي عندك مشكلة. أنت عندك مشكلة مع الأهلي، سيبك بقى من كابتن بيبو، سيبك من سيد عبد الحفيظ، أنت في مشكلة مع الأهلي يعني. أنت راجل إعلامي، مش أنا اللي أقول لك احتراما لسنك، وأنا بحبك جدا كمعلق يعني. مش هقول غير يعني يا كابتن، هدي اللعب شوية بس، هدي اللعب شوية بس، مش أكتر من كده. سلام.